السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معايا في قناة إبداع الست المصرية. يا ريت لو ما شاركتش معايا في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا معايا أكمل لك الفيديو. الفكرة التانية بتاعة الكرتونة القديمة اللي عندك هنعمل بيها إيه. أول حاجة معايا هقص الكرتونة كده وهحط لك في صندوق الوصف الفيديو بتاع الفكرة الأولانية علشان تشوفيها. قصيت حتة الكرتونة اللي شلتها من فوق. بصي، هي قطعة الكرتون لو انت عندك قطعة كرتون مقفولة وسليمة والدنيا تمام، بس هي الكرتونة دي كانت قوية وجامدة والله، بس هي يعني ايه، كبيرة قوي، وانا عايزة مش عايزاها الفكرة واحدة، فانا حبيت ان اعمل بيها الفكرتين. وانا مبسوطة ان علبة المناديل اللي انا عملتها الفكرة الاولانية عجبتكم، وان شاء الله الفكرة اللي انا هعملها النهاردة برضو هتعجبكم، سهلة وبسيطة ومن حاجات بسيطة خالص تقدري تعملي منها حاجات جميلة. اول حاجه انا ثبت الجزء اللي انا عملته دوت في الكرتونه، وثبته تمام ولزقته حلو جدا. ممكن تلزقيه باي لزق موجود عندك او بمسدس الشمع كمان. كده بعد ما انا ما خلصتها هعمل ايه. هجيب معايا، انا عندي هنا قطعة قماش لونها تايجر كده، شكلها عجبني قوي. هبتدي ان انا اغلف بيها الصندوق او العلبة بتاعتي. طيب، اول حاجة هعملها ان انا هغلف الجزء اللي تحت الاول. أه بجيبه لكم تاني للتغليف بالطريقة ديت عشان في ناس كانت عايزة تعرف طريقة التغليف ازاي. يعني عايزة برضو تتأكد من طريقة التغليف، فأنا قلت أوريها لهم في الفكرة ديت وفي الفيديو ده. كده أنا ثبت الجزء اللي تحت دوت الأول، وبعدين إيه، جبت بقى المسدس ورحت لازقة بقى الجناب كلها، ولو في زيادات في حاجة بنروح لازقينها بالطريقة دي. نقفل تمام من تحت بحيث ان يبقى شغلي في الاخر متفنش تمام حلو، وما يبقاش فيه ايه اي ديفوهات ولا في اي حاجة. كده انا عملت كده كل الجوانب بتاعتي وقفلتها تمام. هجيب بقى قطعة القماش التانية همشي عليها داير ما يدور بالطريقة دي كده. طيب انا واخدة مقاسها ازاي؟ واخدة مقاسها من بره ومن جوه. يعني الحتة اللي انا خدتها دي نفس المقاس اللي بره نفس المقاس اللي جوه بالظبط. زي ما انت شايفة كده، ان انا مش حابة ان انا اطول عليكم في الكلام كتير. الفيديو يعني الطريقة شرحة نفسها، بس انا حابة برضو ان انا ايه اقول لكم. بس هنا انا خلاص كده قفلت الاربع جوانب من تحت، وابتدي ان انا اقص زيادة، وابتدي بقى ايه اقفل الجزء بتاعي، واروح جايبة بقى الحتة اللي جوه واروح مدخلاها جوه ولازقها برضو مقفلاها. يبقى انا كده قفلت جوه وبره تمام. بصي اهو، الزيادة رحت مدخلاها جوه ومقفلة بيها من جوه. عشان اقفل بقى القطعة من جوه جبت قطعة كرتون على قدها بالظبط، ورحت مقفلاها بقطعة القماش برضو من يمة واحدة اهي. بصي ثبتت تمام. طيب انا هعمل ايه تاني؟ انا عندي بقى خيط لقيته عندي قطيفة كده جميل قوي. لو انت عندك وبعدين هو هيناسب قوي مع لون القماشة معايا. لو انت عندك بقى خيط خيش، عندك ستان، عندك طل، عندك خيط صوف عادي، اي حاجة يعني اللي موجود عندك اشتغلي بيه. دي انا كانت موجودة عندي بقالها حبة، بس كنت عايزة اعمل بيها فكرة حلوة. عملت بيها معاكم الفكرة ديت، وان شاء الله نعمل مع بعض افكار تانية برضو ان شاء الله تعجبكم جدا وتنال رضاكم باذن الله. انا هنا لفيت اول لفة وثبتها بالمسدس. بعد كده هلف كام لفة واثبت برضو ايه، كل شوية كده اثبت حتة بالمسدس. م، كل ما الف كام لفة كده يعني اثبت بالمسدس بحيث انها تطلع معايا في الاخر ايه تمام، وما تبقاش مفكوكة او مهوية مني. كده انا قفلت كده الجزء اللي تحت كله. جبت معايا بقى ده خيط جامد يعني ده حبل كده جامد. لو انت عندك بقى دواير كده اي حاجة شبه دي كده بالظبط، هتجيبي الخيط الصوف وتلفي عليها هتلفي على الدايرة بتاعتك ديت وتعمليها زي اللي انت شايفاها دي كده دلوقتي. هبتدي بقى ان انا الزقها على الجناب بتاع المنظم الجميل بتاعي دوت بطريقة جميلة، عجبني جدا في الاخر شكله حلو قوي.
اهم حاجة ان انت تثبتي ايدك كويس وتسيبي تستني لما الشمع ينشف خالص، ولو حسيتي ان يعني لازم تبقي مثبتاها كويس. وما تقلقيش، هي مش بتفك بسهولة، يعني مش بتفك بسرعة، يعني هي جميلة جدا والشمع بيثبت فيها وبتعيش بصراحة. هنا برضو ثبت الجزء التاني كده بالطريقة ديت. لازم نثبتها كويس ونستنى لحد ما الشمع ينشف خالص عشان خاطر ما تفكش مني. هجيب بقى معايا دي وردات ستان، لو انتوا حابين ممكن، انا عملتها معاكم قبل كده كتير. ممكن تقولي لي لو كده اعملها لكم تاني في فكرة تانية. كده حطيتها بس كده ديكور في الجنب كده، يا رب يعجبكم بجد، منظم شكله حلو قوي. لو حطيتيه في اي مكان على التسريحة عندك، في اي مكان عندك شكله حلو قوي، تقدري تستعمليه في اي حاجة انت تحبيها. يا رب الفيديو يعجبكم، ما كنتش اطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسينيش في اللايك وسبسكرايب للقناة.